السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي بالزيت من غير سمنة ولا زبدة. سهل جدا بدون مضرب او عجان، وهنعمله بتزيين سهل وسريع. هتخلوه بسكوت فاخر يشرفك كطعمه وكشكل قدام ضيوفك في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ الوصفة بسم الله. اول حاجة عندي كوباية زيت وزن 250 مللي. احنا اتفقنا ان احنا مش هنستخدم اي مادة دهنية تانية غير الزيت. هضيف عليهم 2 بيضة كاملة زائد صفار بيضة. هزود عليهم بعد كده نص معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب المكونات بعد كده كلها مع بعض كويس جدا بالمضرب العادي، مش هنحتاج مضرب كهرباء ولا اي حاجة. هقلب كويس عشان خاطر الزيت ما يفصلش مني مع باقي المكونات. هضيف بعد كده كوباية الا ربع سكر بودرة منخول، وده هيبقى وزنه 130 جرام تقريبا. وفي الوصفة ديت التقليب بين كل إضافة والتانية مهم جدا. هضيف بعدها 100 جرام من النشا، يعني كوباية الا ربع تقريبا، وهنخلط كويس لغاية ما كل المكونات دي تدوب مع بعض كويس قوي وتبقى متجانسة. أنا هنا عندي 450 جرام من الدقيق، وزن يعني 3 كوبايات، وهضيفهم بالتدريج وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر وهقلب. أنا هنا بضيف الدقيق بالتدريج ليه؟ عشان نوع الدقيق بيفرق وحجم البيض بيفرق، ممكن محتاجش الكمية كلها وممكن أحتاج أزود عليها. فبدل ما أضيفه مرة واحدة والعجينة تنشف معايا، أنا عاوزة النتيجة تكون كويسة ناعمة، العجينة تبقى طرية معايا ومش بتلزق. هي دي النتيجة اللي أنا محتاجاها. عشان كده أنا هضيفه بالتدريج، مش هضيفه كله مرة واحدة. أول ما العجينة تلم معايا خلاص أنا هوقف عجن. البسكوتات عامة ما بتتعجنش، بنلم العجينة فقط لا غير، وهي دي النتيجة اللي أنا عايزاها، طرية ومش بتلزق وناعمة جدا. هبتدي هنا أفردها بسمك وسط، وعندك أي قطاعة بأي شكل متوفر عندك في البيت ابدأي قطعي بيها، هتمشي معاكي جدا. أنا هنا بديك أفكار، بس الأشكال قطاعات أنا كنت جايباها فبديك أفكار، لو حتى بكوباية هتتقطع معاكي. هنا بقى بعد ما نقطعها نحطها في صاج وهنبتدي في التسوية على طول. التسوية ازاي؟ هتدخل فرن حرارته 170 رف أوسط لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. من فوق هي مش هتاخد لون معاك. هي دي النتيجة المظبوطة اللي أنا عاوزاها. شكله وحجمه ما اختلفش بعد التسوية، وريحته ما اقولكيش جميلة جدا. محدش هيعرف ان هو معمول اصلا بالزيت. عايزه اقولك الوصفه دي سهله بسيطه، ما خدتش مني وقت خالص ولا مجهود، لا في العجن ولا في التقطيع، سريعه يعني ممكن تعمليها بعد الفطار كده وانت قاعده، ممكن تعمليها. نيجي بقى للتزيين. ده اختياري، ممكن نلزق كل 2 مع بعض بمربى مشمش، لان مربى المشمش بتليق عليها قوي. وممكن تعملي زي كده، انا هعمل نص الاشكال بالشوكولاته الخام والنص التاني بالمربى. هعمل الأول هزينها بالشوكولاتة واخلي الشوكولاتة تتماسك على البسكوت، وبعديها أقوم مجملاها بالمربى. أنا عملت هنا النص الأول بالشوكولاتة، وأول ما جمدت هبتدي أزينها بالمربى والشوكولاتة المبشورة أو بالجوز الهند. وأنا قلتلك إن التزيين ده بتاعك انتي واختياري. أهم حاجة إنك تعملي أشكال مبهجة للعيد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وهنا انا استخدمت ورق الذهب عشان اخليه فعلا بسكوت فاخر. وكان عندي بسكوت ميني صغير بطعم القرفة، كنت جايباه بالكيلو، شكله جميل قوي، قلت استخدمه برضو في التزيين. بعد ما دخلت البسكوت في التلاجة نص ساعة عشان الشوكولاتة تتماسك معايا، قدمته لحضراتكم بالشكل ده. انا بوريك الاشكال اللي انا عملتها معاكم. مستحيل حد يصدق ان ده بسكوت اقتصادي بمكونات كلها في البيت، وشوية تزيين بسيط خليناه بسكوت فاخر. شكله صدقوني طعمه جميل جدا. بصوا قد ايه شكله جميل، وانا متأكدة ان تزيينكم هيكون افضل مني بكتير ان شاء الله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام زي ما عودتكم. واتمنى ان كنتوا تستخدموا الميزان في الحلويات عموما عشان بيفرق معانا كتير. اتمنى الوصفة تنال رضاكم واعجابكم فعلا. كل سنة وحضراتكم طيبين. انا هنا هوريك البسكوت قد ايه هشة مقرمشة، شكلها جميل جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.